سنة أمل كان عمرها 13 سنة لما اكتشفت أنه عندها عضو ذكر مخبى وأنها صبي مش بنت. طبعا صدمة كبيرة تبعها صدمة تانية لما اكتشفت العائلة أنه أختها لأمل لما سنتين كمان عندها ذات الحالة وهي كمان صبي مش بنت. أمل ولما صاروا حسين وحسن، واليوم حسين عمره 26 سنة وحسن 15 سنة. بنتعرف عليهم بهالتقرير. حياتي كبنت خلص وقفت بلحظتها، يعني بال 2003 نسيت حالي هونيكي انا. يعني بتخيل حالي كيف عشت 13 سنة من عمري قضيتها وصلت لهالموصيل هذا. كان اسمي أمل المولى، هلا حسين المولى. كنت شعري طويل، رفقاتي كلها بنات، كانت بالمدرسة، يعني حياتي كلها عشتها طبيعية. 13 سنة بنت. كان اسمها أمل المولى. هو اليوم ابن 25 سنة اسمه حسين المولى. بعد 13 سنة من حياته كفتاة بشعر طويل وحلق وفساتين، اكتشف حسين، أو بالأحرى اكتشفت أم حسين، عضو ذكري مخبى غير حياة أمل ووضع نقطة النهاية لحياة فتاة لم تكن بكامل أنوثتها منذ صغرها، فتحولت إلى شاب. عايش مع رفقات بنات كان عندي، بس ما كنت يعني ابقى انا وياهم كتير، يعني كانت لعبتي كلها مع الشباب. يعني العابي المفضله كانت فوتبول، اذا الشباب رايحين على الصيد روح معهم. كان عندي لعب يعني، واهلي يجيبوا لي فساتين. يعني طبعا بنت بيجيبوا لها فساتين، بيجيبوا لها. انا ما كنت البس فساتين، يعني معلقه اذا بدك تمزحي مع رفيقك يعني كف صغير، لا انا ما اضرب زيته بالارض. انا وبنت يعني كنا نتشاقى كتير يعني، والبنت يعني كنا نعمله نحن ما في بنت كانت تعمله. حسين كب كل فساتينه القديمة، كل لعبه، ولحظة تحوله إلى شاب كانت أجمل لحظة بالنسبة له. بخبرك اياها بصراحة، أول ما وصلت من عند الحكيم لهون يعني ما فيني أعطي الفرحة اللي كنت فرحانة أنا لحدا، ما في أوصفها. يعني وصلنا للبيت، في عنا عمي هون بيحلق كمان، حلق لي دغري شعرات، وطبعا حلق فكيته من ديني. وصار يجوا يعني رفقاتي البنات يبكوا ويعبطوني وكذا، بس اللي صار يعني صار. حسين ليس الوحيد بالعائلة يلي عنده هيدي المشكلة. حسن خيه الصغير يلي عمره اليوم 14 سنة عاش سنتين باسم لما، عاش سنتين كفتاة، ولم يعرف الأهل إلا بعد ما اكتشفوا وضع حسين. حسن إنه حالة هيدا صارت مثل حالتك. كيف عرفت؟ لما اللي صارت مع هيدا عرفت مع هيدا إنه هيك خلص. أنا عم بحكيك إياها صراحة، والله صراحة عم بحكي. نيمت ولادي خمستهم، لقيت فرجة كيف الصبي وكيف البنت. 4 عمليات لغاية اليوم، وهن بحاجة ل3 عمليات إضافية لإخراج العضو الذكري. أعضائك التناسلية شو كانت؟ بنت؟ بنت. أنت كنت بنت؟ كنت بنت. بس ولكن بنفس الوقت في شيء كان مش ظاهر. انت كنت تشوفه، انت عم تتحمم، هذا الشيء مش ظاهر، كان في شيء طالع من جسمك؟ بالاول لا، ما كان في شيء، بس تقريبا يعني من ال 2000 يعني قبل ب3 سنين حسيت حالي صرت اتغير. كيف؟ شو حسيت؟ يعني مثل شيء مسكر وبلش يطلع لبرا. حسين اليوم مغروم وحلمه يتجوز، ولكن ناطر الامل باجراء باقي العمليات حتى يقدر يحقق هذا الحلم. هلا اكيد بيوصل لمرحله اي شاب من عمره بده ينغرم، شيء اكيد، بس يعني ما فيك كمان تنغرمي. حسين الخي الاكبر كسر حاجز الخجل، على عكس خيه الصغير حسن، ولكن اللافت انه البسمه ما بتفارق وجوههم وروح النكته موجوده دائما بينهم. هن الهوى، بتعرفي الهوى، ولد، هن الشمس، هن البي.
بلا بكي بلا بكي. هاي الام هيك. بلا بكي بلا بكي بلا بكي اتفقنا هون. خلص ابد. هن هديتي، هاي من الاخر هن هديتي. هذا اللي بطلبه من الله، هن الهدية، هن الحياة. كنا عم نفكر يكون معنا طبيب بالاستوديو لنحكي عن حالة حسين وحسن من الناحية الطبية، ولكن هن ونحن فضلوا وفضلنا نتابع حديثنا معهم مباشرة على الهواء بعيدا عن الطب ليبقى ملفهم الطبي ملف خاص. رحبوا معي مباشرة على الهواء بحسين وحسن المولى، أهلا وسهلا فيكم، وبوالدتهم بدرية، ست بدرية، أهلا وسهلا فيكي. شكرا كثير. يا اهلا وسهلا فيك. هلا الكل بيلومك انه معقوله انت ما انتبهتي. لك يا اخي ما قالوا لي غشيمه وقالوا لي حماره، لك قالوا شو كنت متجوزه قبل بمره لحتى اعرف ثاني مره. يعني هاي الام شو بيطلع بايدها؟ هذا كنت وحده مولده وجاي من المستشفى، شو بيطلع بايدها؟ ها؟ لا عندها ام، ما عندي ام. وهلا شو اللي خليك تتاثري انت وعم تحضر التقرير؟ لأنه كل أم بتتأثر بولادها. هلا بتربي ولد أنت، بتربيه كيف؟ ايه هيك يعني بتحس إنه ما بتخليه يبعد عنك. يعني بتربي أجي أنت نهار عصورة بتربي ولادها تيكبروا. شو؟ كيف انت بولدين عندهم يعني خاصين؟ الله اللي بيعين. ديني يقول لك الله اللي بيعين. انت قلتي عنه بالتقرير هديه، ها هديه لك. ايه هدية من الله. ليك الله اعطاني اياه اني براد من الله بيهديك نعم. شيء. خبرينا الخبريه، كيف اكتشفتي انه امل ولما هن شباب مش بنات؟ نحن كنا بايام مثل هالايام، تطلع الشمس بالربيع تطلع لبر، بس بنلحق الشمس مطرح بدنا نقع. بسمع الاولاد بين بعضهم عم بيقولوا خاد، هاي كلمة خاد نحن عنا عيب، يعني صبي عم بيقول لها عيب كمان. يعني بنت تقول لها شاب خاد لاخوها اصغر منها، خاد كيف خاد؟ هذا حدا اللي عبالي مع البنت، يعني هاي بصراحة. فت عندي أوضة ثانية، فت تعلته عم بحكي جيم تعلته من هان، القط ايد ايديها اشرب. تشلح بنطلون ما بتشلح بنطلون، عندي ربيج غاز وبلشت في السقف. انا عم بحكي يعني كل صراحة. نعم. شلحت البنطلون صراخ انه من ايمتى؟ قال لي هلا جبته. وصرختي؟ ايه صرختي بارض. ضليتني طب اجى جوزي انا طب قال لي لا ما تقومي ما تخافي وما بعرف شو. صرنا بيتنا الشغل للصبح انه كانت العصر في الساعة 8 7:30 8 هيك شيء. لك ما في مصاري، لا اروح دغري على الحكي. انا عم بحكي كان بصراحة ولاني هل انه يعني انساني لو انه في مصاري عملت العمليات لاولادي وخلص. تكرموا علي ناس تخلص لك. ثاني يوم بيقطع بخال، قلت له معك 20,000؟ قال لي ايه؟ قلت له ويني 20,000؟ قال لي لا. قلت له لا بدي اوصل مشوار واجي. يعني حاربتها بعيدة عن طريق العام. صرت للابو بحكي معنا أنا ضيق. قلت له بتعمل اسمه دكتور، خلص ما بقى اسماء. قلت له حكيم، قلت له حصلي بنتي. قال لي ليش بها شيء؟ قلت له أنا أمها وهيدا بي، نحن عملنا لك وحصلنا هالبنت فيها شيء؟ قال لي لا. قلت له طيب. هلا أنا لما استعرت المصريات ما قلت له لشو أنا رايح. نحن قال طلع واحد قال لك شو قطعوا عم تضحكوا علي؟ قلت له يا عمي يعني كمان صار مثل ما انت صار معك، مش أنا اللي وحدي بس انه تفاجأت. الحكيم قال لي شو عم تضحكي علي مدام؟ قلت له لا والله ما عم بضحك علي،
انا عم بحكيك صراحه. انه هدول شباب مش بنات هيك؟ ايه قال لي إنه يعني شاب عم تضحك علي انه صبي، تضحك علي تقولي لي بنت. قلت له والله يا حكيم انا تفاجأت مثل ما انت تفاجأت.